بالاضافه رامس ويليامز، ايضا ايريم كاسوموفيتش، ايضا وينتر روبن، تروسن جيكوب، وايضا فارك ماتس، ميجوب او مياب محمد، ايضا كريستيان ماركوس، وايضا الارجنتيني اللي خسر 32 نقطه. اعطيت انطلاقه تفاصيل هذه المقابله وهذا اللقاء. نتابعونا النوع ديال النديه بواحد النوع ديال البحث عن الحلول، ومع الانطلاقه كنشوفوا هنا المحاوله الاستعانه بالخط. الحارس خرج، هذا ما يعني اليوم ما غيروش لاعب اخر. البحث عن هذه الاسماء التي تلعب مقابله اليوم، خاصه من جانب المنتخب الدنماركي، كل اسماء تحترف هناك في القالب. تمرير الجهه اليسرى، محاوله وخروج الحارس. حارس مرمى مع انطلاقه هذه المقابله، يعني السي عمر شباح كيظهر لنا على انه كيلعب كلاعب، وفي نفس الوقت ايضا كيبحث على حلول على مستوى الخط الهجومي. هذه محاوله بلا البقاء لمره اخرى ينقذ الموقف. هو الحارس بين المنتخب الدنماركي كانت تحت له الفرصه باش يشوف جوج ديال المباريات المنتخب الوطني المغربي، في الوقت اللي المنتخب الوطني المغربي يتعرف على بين مقابله واحده ما لاعبينش جوج بحال المنتخب الوطني. مشينا القوه ديال اليوم اللي غادا تلعب لصالح الفريق الوطني، لان في ظل هذه البنيه الجسمانيه ديال مسران. مسران كيلعب مع العيان كيغير تماما اتجاه بقالي تمريره في اتجاه مسران. هذه محاوله فرصه للهدف، محاوله الوطني المغربي في ظل كما ذكرت البنيه الجسمانيه ديال اللاعبين الدنماركيين اللي كيعتمد كيمرر يلعبها الجهه اليسرى اماميه، ولكن في اخر مطاف هنالك تيين في مناسبتين اثنتين، وامام المنتخب الدنماركي ما كتعطي الا احتكاك. عنده يعني هنا غنشوفوا لي ديال اللاعبين المغاربه، ولكن هذا كله لن يشفع للمنتخب الوطني في هذه المقابله. إذا العناصر الوطنية بإمكانياتها الجيدة الحاضرة اليوم، والتي بصمت على أداء جيد. انتصار أو هنالك مامون حمزة. نشوفوا هنا انطلاقة غتجيب هذا الشكل هذا من جانب عناصر منتخب الدنمارك كيطالحوا العناصر المحترفة، لأن الربعة الأولين كانوا اللاعبين اللي حتى الساعة اللي دخلوا المقابلة من البداية. جميلة محاولة. هما اللاعبين عند هشام ديال الاختيارات عنده كثيرة. الان يلا دار تغيير واحد، واكيد الان هما اربعه. محاوله مغربيه، مازال كيطرق الكره ديالو، تمريره ممتازه ولكن ما كملش. كان اللاعب رقم 17 اللي هو راسموسن ايمير سكوت، لاعب اللي قام بالتغطيه. اذا كره في الزاويه تنفذ بهذه الطريقه لكن تدخل، خاصه انه كما ذكرت كيتميزوا بالقذافات القويه. وما كتلاحظش معايا ان المنتخب الدنماركي رجع للخلف وبدا فقط كيامن المنطقه الدفاعيه امام هذا الدفاع ديال العناصر الوطنيه. الرئيس فني تمريره جميل، هذه محاوله، فرصه حارس قوي، فرصه كامل الامكان، تمريره جيده. الشعراوي كان ممكن يضعف له اكيد، ولكن هو كما ذكرتي دائما كتقول اسمها هي انس العيان. حاول يمرر، ما مشاتش الكره كما كان يريد لاعب انس العيان، لانه حاول يقوم بالمراوغه ولكن في اخر المطاف مباشره كره مغربيه مره اخرى بسرعه. عناصر المنتخب الوطني المغربي كيحصلوا على الكره، المترابطات ديالهم جيده وكيلعبوا بالسهل الممتنع حتى الساعه. جميله محاوله، فرصه هدف كره فوق المرمى من سنتيمتر. من خلال التمريرات القصيره كيلعبوا الكره السهله. راه هذا هو اللي غادي يصعب المأموريه ديال الدفاع. هذا اللي بدا بالتمرير. لاحظ معايا العيان، لا ديال التقنيات، هذه التقنيات اللي تكلمنا عليها، انه كانوا يساينوا كما ذكرت انه يقذف، ولكن لا كان تفكير اخر. نعم. اللمسه واضحه ما فيهاش نقاش. لا واضحه، وهما لا غيصوب بقوه. وانا انا شخصيا كنفضل لي الشعراوي، لان الشعراوي كيتميز بقذافات قويه في 10 امتار. هنا مسرار وسجل 1-0. مسرار يسجل، لان بعد مرور 10 ديال الدقائق كتسجل الهدف الاول. هذا نوعا ما غادي يربك الدفاع ديال الفريق الدنماركي. هو اللي ذكرتي كنا كنقولوا الى متى غيبقى الدفاع ديال المنتخب الدنماركي بهذا يعني نقولوا هذه التغطيه الدفاعيه، والان كيجي الهدف بهذا الشكل هذا. هدف طريق 1-0. مسرار يسجل، بدايه مشجعه المنتخب الدنماركي، مشجعه، والاصابه جات في الوقت ديالها. المدرب ديال الدنماركي ما لقاش الحل. والمحاوله محاوله جيده. العديد من المحاولات من عناصر المنتخب الوطني المغربي. هدف جميل عثمان بونزو مع الدخله. عثمان بونزو يسجل وضعها بواحد الطريقه جميله وجيده، وصراحه يعني شي اللي خلى المدرب ديالو يطلب وقت مستقطع للتصحيح ما يمكن تصحيح. ملي شفنا هذا الهدف غنسولك فين هو هذا الحارس اللي كنت كتحدث عليه ديال المنتخب الدنماركي. انا هذا الحارس انا نتمنى ربما اليوم نشوفوا حصات هذيك. لا قلت لك ان
وقع ارتباك كبير في الدفاع ديال الفريق الدنماركي. سفر من محاولة ممتازة، فرصة كامل الامكان انه يكون هدف نظرا للطريقه والاسلوب اللي لعب بها امزال اسماعيل. خاصه ان تا اسماعيل كان مال اكثر الى الجهه اليمنيه. كره عند بومزو بهذا الشكل، تمريره ممتازه مغربيه، محاوله هدف جميل المنتخب الوطني المغربي. حتى ديك 50% مشات القنيطري والجميل. نعم هذا عثمان بومزو كيسجل بطريقه جيده. الا كان الهدف رائع فالتمريره اروع ولكن الهدوء ديال عثمان بومزو كان رائع. المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي هشام الدين ومع ذلك ما فرحانش، ما فرحانش. كنشوف واخا الهدف الثالث ومع ذلك باقي مصر يصحح الوضعيه، باغي هدف رابع وخامس. 3-0 في الشوط الاول. رجعت مرة أخرى مغربية، محاولة فرصة يمكن إذا استثمارها من الجهة اليمنى. 4-0 انهيار تام المنتخب الدنماركي، انهيار تام. هذا الشعراوي اللي سجل الهدف، يعني طريقة جيدة وصراحة نحيي المنتخب الوطني المغربي. ما أكيد نحيي لا في ظل التقنيات اللي عند اللاعبين. شوف معايا باقي خاص كيشوف الأسلوب طريقة اللعب، لانه هي مع النهايه ديال الجوله الاولى اكيد نهارو مازال تمريره ممتازه، محاوله رئيس فني كيخرج. حنا كنشوفوها الان، حنا براسنا كنتفرجوا ما فاهمينهاش. كره اماميه ممتازه، ما كيفهمها غير هو. نعم كره تلعبت في هذه المعلمه هذه اكيد فيها اي حاجه تحتاجيها في الرياضه الا وكتلقاها، هادشي كيشكر عليه. هذا المدرب ما لقاش الحل نهائيا، مدرب المنتخب الدنماركي امام القوه. تمريره ممتازه مغربيه، الرئيس فني محاوله، الحارس كيدخل، الحارس كينقذ الموقف كيدخل. دخلوا هنا التمريره ديال اسماعيل امزال. هنا الرئيس الفني يحاول يموه على انه لعب بقوه ولعب بطريقه جيده ولعب كره. ونشوفوا مع البدايه كيسجلوا هذا الهدف الاول. اذا بهذا الاسلوب هذا ديال اللاعب الطائر اكيد غادي يصعبوا نوعا ما العمليه على الفريق الوطني المغربي. نعم. وهذا اللي شفنا مع البدايه ديال المقابله، ان كان هذا هدف نوعا ما مباغت، لان المنتخب الوطني المغربي هشام دقيق العناصر المنتخب الوطني. حنا كنشوفوا العمليه هجوميه، محاوله بهذا الشكل هذا. انس عيان تمريره الجهه اليسرى بلا اقل كان بامكانها ان تكون نفس النهج اللي لعبنا به الجوله الاولى، وهو الضغط على الفريق الدنماركي في المنطقه ديالهم. مع المنتخب المغربي الان ثقه في نفس الماء، محاوله بهذا الشكل تستمر ومسرار يقع على الكره فوق المرمى. هي الفرحه ديال المدرب اللي كيصفق وطلب من الجمهور يصفق معه وتجاوب مع الجمهور. نعم كره مغربيه الان هجمه في المحاذاه من الخطه ديال الحارس الطاهر. نعم صراحه هي بقى لي ضيع هدف صراحه كامل بناء العمليه الهجوميه بهذا الشكل هذا. هذه محاوله مغربيه، فرصه مراوغات صويبان، هدف المنتخب الوطني المغربي. ثلاثه ديال الاهداف المباراه ديال اليوم. سعيد بما حققه في هذه المقابله. مشاهد معنا الشعراوي، التمريره ديالو رئيس فني همزال، محاوله يعني مره اخرى ابعاد اذا كندير 5 دقائق لهذه المجموعه الاولى. محاوله تاتي لعناصر المنتخب الوطني المغربي بهذا الشكل هذا بطريقه محاوله، فرصه امكانيه تسجيل سويبان. مسرار يضيف السادس الاهداف في مباراه اليوم. المترابطات كما قلت في الشوط الاول هما اللي كيعصبوا كينرفزوا اللاعبين الدنماركيين، لان ملي كتبقى تلعب اليوم بالخفه وبهذه السرعه كيفقدوا التوازن والتركيز ديالهم. واليوم عرض صراحه جميل العناصر الوطنيه. المشوار ديال الشوط الاول ديال فريق دينامو القنيطري، فريق دينامو القنيطري اللي كان كيشرف عليه السي عبد الهادي زيتون، اللي عطانا عده لاعبين الدنمارك لانهم كيقذفوا بقوه. جميله هدف عالمي، هدف من الطراز الرفيع سي عمر شباك. لا بدون تعليق اسم محمد الداوي، بدون تعليق. لاحظ معايا مسرار كيوضع الكره في المرمى. علاش؟ لانه لعبها
من قبل خط الوسط من المنتصف. لا بسرار جوج ديال اللاعبين اللاعب اللي دخلوا الكره باش غنفوتوا سبعه. هيا بومزو يجيب أربعة ديال الأهداف. ممتاز بومزو ديال الأهداف في المقابلة اليوم بطريقة شوف اللي جا من خلاله خطف الكرة 8 ديال الأهداف مقابل